الشباب. نصيحتي لإخواني الشباب هو الاستقامة على شرع الله، فإن الشباب هم العمود الفقري للأمة، فإذا استقام الشباب استقامت الأمة. فأوصي إخواني الشباب بأن يستقيموا على شرع الله عز وجل، وأن يلزموا السنة حتى إن شاء الله تعالى يستفيدوا وتستفيد بلدهم وأمتهم منهم. لذلك جاءت نصوص في إيش؟ في الاهتمام بالشباب أو بفترة الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث في الحاكم وغيره، يعني 5 ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالخمس، وقيل 4 لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وفي رواية عن 5، وهي نفسهم على حسب يعني الترقيم، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه. ذكر العمر والشباب رغم أن الشباب يفتر من العمر. فذكره هنا ذكر الخاص بعد العام لأهميته، واضح، ولمكانته. لذلك لما علم أعداء الإسلام على أن قوة المسلمين في شبابهم داروا لهم الأسباب للانحراف. أنت شتي دوك الشباب دروك تلقاه مسكين لابس شي سريويل، ما عرفت أنا كي دار تلبسو، خدت نفكر كي دار تلبسو ما عرفش، ولا هضرتي وكل مسكين تيبان دابا يزنب لك البرد. لا نعمس راه هذه الطيباس، اخويا الطيباس نعرفها لي في الكنوات، اسمح لي الله يرحم لك الوالدين. ومشرق مسكين وكذا والحاله، ومالك مسكين داير هذا العرف انت جيك. لا نعمس راه على موض، نعمس انت واش انت لعبه تيلعبوا فيك كراكيز، مرة يديروا لك هكا مرة كذا. فأنت إنسان ذو شخصية، خص تكون عندك شخصيتك ومكانتك، وتكون عندك خصش تكون أنت وعندك مبادئك وعندك أصولك. راه أنت سميتك محمد وسميتك عمر وسميتك خالد وعبد الرحمن ماشي جاك وكاتخين وزوزو.